مرحبا حبايب، شلونكم؟ اليوم راح اسألكم طريقة العجينة القطنية او طريقة عجينة العشر دقائق بهاي الهشاشة تجنن. هنا عندي طحين ومي حار وحليب وشكر وخميرة ودهن. هذا الشي اختياري، دهن او زيت عادي، بس اني استخدم دهن ما استخدم الزيت. هنا انا ضفت المواد كلها: 2 كوب طحين، 3 ملعقة حليب، 2 ملعقة كوب خميرة، 2 ملعقة كوب سكر، وكوبين ماء حار. هنا أنا سويت التخمير مثل ما تلاحظون. هنا بعد 10 دقائق هيك صارت، وبعدين ضفت الطحين والملح، 3 كوب طحين ورشة ملح. شوفوا طلعت عندنا هاي العجينة اللي تجنن. هنا أنا تركتها 10 دقائق ترتاح. يلا اشتغلت بيها، تنفع للخلية او الميني بيتزا او البيتزا هم او اللحمة بعجين. كل انواع المعجنات تصير تجنن وخفيفة يعني كلش. هنا انا شكلت الخلية اني مثل ما تلاحظون. هنا اني خليت الخلية بالحبيبات النستلة، وبعد ما تركتها 10 دقائق هنا أنا خليت للوجه صفار بيض ودخلتها الفرن. هنا بعد ما طلعتها من الفرن طلعت عندي هاي الخلية والعجينة اللي تجنن. وهاي الخطوة اختيارية إذا تحبون انتو فوقها الحليب، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. هاي هنا على مود المصداقية، وأتمنى ما تنسوني بدعمكم.